تقول لي امتى الذكاء الاصطناعي هيحل محل الانسان او هيريبليس. بص يا فادي، انا مش بفكر كده، يعني انا ما بيشغلنيش الحته دي قوي. تمام ليه؟ كل البشر نفسها بتفكر باشكال مختلفه. يعني انا اللي يشغلني قوي، يعني الحته ازاي استخدمه في شغلانتي، اشوفه بيتطور ازاي، ازاي امشي صح، ازاي اتعلم صح، يعني ازاي اتطور صح. هو ده اللي يشغلني. فما بيشغلنيش قوي انت وبرضه ده مش مجالي. يعني خلي بالك، الاي اي والماشين ليرنينج ده مش حتتي طبعا. يعني زي ما قلت لك لا يفتى ومالك في المدينه. الشخص اللي جامد قوي محمود سليمان. محمود سليمان ما شاء الله، يعني من الناس الجامده قوي في الحته دي. تمام، فدي مش حتتي. تمام، ولا حتى رغم ان انا حتتي اروح اساله، انا مش مهتم حتى ان انا اقعد اكلم محمود سليمان، اقعد اقول له طب، لان انا مش مهتم. لا بقول لك لا مجال تخصصي ولا. انا كل اللي يهمني ان انا زي ما قلت لك ازاي استخدمه في شغلانتي، ازاي ان انا اوظفه عشان ابقى برودكتيف اكتر، عشان انتاجيتي تبقى اعلى، عشان اقدر احقق نتائج اسرع واكبر في وقت. العمليه كلها في الاكسلريشن. ده اللي هيحققه الاي اي لينا اللي احنا شايفينه دلوقتي. هل في حاجات تانية؟ هو تاني. بصوا يا جماعه، العالم كله كان قبل كده مفيش معلومات. دلوقتي المعلومات كترت قوي والناس كترت قوي. فالاي اي جاي يغربل، اسمع بقى الكلمه دي كويس. جاي يغربل المعلومات دي عشان يطلع لنا المعلومات الكويسه ويطلع لنا الناس الكويسه. المعلومات الضايعه هتفضل للناس الضايعه، والناس الضايعه هتفضل ضايعه اكتر. تمام. فانا زي ما قلت، الغني هيزداد غنى، والشاطر هيزداد شطاره، والغبي هيفضل اغبى، والفقير هيفتقر اكتر ان ما فكرش بتفكير شكله افضل. خلاص، ما راجعش نفسه وبدا يحسن. طيب.